اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاد قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل عرض جديد كده ان شاء الله يعجبكم. هنعمل تورتيه مقاس 25 في 25. هنخش كده على الطريقه على طول. احنا امبارح عملنا مع بعض الاسبونشات وقلنا الفرق بين الاسبونش بطريقه الفصل والاسبونش بالمكونات على بعضها، واتكلمنا في الاسبونشات كتير جدا. فالنهارده هنخش على الطريقه على طول. بصوا انا كده قست 8 سنتي و8 سنتي يعني 16، يعني خدت من الصاج اقل من النص، يعني خدت 8 سنتي كده اول مره. تمام، وبعد كده رجعت قست تاني 8 سنتي. هيطلع لي 16، يعني انا واخده اقل من النص لان النص المفروض يبقى 21. ده اللي انا هعمل بيه العرض اللي اقول لكم عليه. بس هخليه كده بس على جنب لغايه ما اقطع بقيه السبونج. وعملت نص فانيليا ونص شوكولاته مقاس 25 في 25، ودي قطعناهم مع بعض كتير فما رضيتش برضو اطول عليكم. ضربت كريمه وابتديت احط طبقات، وبين كل طبقه وطبقه طبعا انت حابه تسقي السبونج مفيش مشكله، مش حابه تسقيه هتشتغل على طول. انا السبونج عندي زي ما انتم شايفين هش اصلا ومش محتاج ان هو يتسقي، فهشتغل على طول. بصوا، في الايام دي الاسعار زادت جدا جدا، والعروض ابتدى الشغل بالنسبه لها يقل، او احنا نقلل الشغل في العروض لان هي مكسبها بقى قليل جدا. فبنبتدي نفكر كده في حاجات تنفع نشتغل بيها في الفتره اللي جايه، وفي نفس الوقت برضو يبقى فيها مكسب كويس. يعني انا العرض اللي كنت بطلعه ب 200 جنيه، اللي هو تورتايه مقاس 20 ونص دست جاتوه، بقى يا دوبك ما فيهوش اصلا، ما فيهوش حوالي 20 جنيه ما يكملش. ف يعني بحاول كده ابتكر كده، وهقول لكم برضو عملت ايه وانتوا تقولوا لي رايكم والسعر برضو مناسب ولا لا. طبعا انا اول جلست كده التورتيه دي انا الاول كنت بطلعها تورتايه مقاس 25 ونص دست جاتوه، كنت بطلعها ب 270. بصراحه بقى لي فتره خليت التورتايه اللي بطلعها مقاس 22 ومعاها نص دست جاتوه اللي هي المربع. اللي هي مقاس 25 دي ما بقتش اعمل عليها عرض، يعني الاول كنت بعمل عليها عرض، دلوقتي بصراحه ما بقاش ينفع يعني. فبقيت اطلعها هي لوحدها ب 270. جلستها كده وزي ما انتم شايفين كده ببتدي اخد برضو كده من جوه لبره، بلم الكريمه الزياده وهبتدي امسحها كده في الطبق اللي جنبي. طبعا لما اكون بشتغل بكريمه وبلم كده من ابيض او على الغامق، بروح حاطه كل اللي بيفيد ده اللي بطلعه كده ده كله بحطه على الكريمه الغامقه، ما برجعش احطه على الابيض تاني لو هشتغل لسه بالابيض ده حاجه تانية. يعني اللي الزيادات اللي بتطلع معايا كده دي كلها بحطها في الحله بتاعه العجان اللي بيبقى فيها كريمه غامقه. هبتدي اجيب كده جناش، وطبعا كنت مستعجله جدا على التورتايه دي بالجناش كده. كنت طبعا المفروض استنى لما يبرد، بس اشتغلت فيه كان لسه يعني يعتبر ما لحقش يبرد قوي، حتى تحس ان هو خفيف. بعد ما عملت النص ده جناش، وبعد كده عملت دريبات. هجيب كريمه واحطها في النص كده بقمع اللي هو البيدي فور، اللي هو القمع ده رقم 8 بيبقى مكتوب عليه كده 8، وعملت زي زجزاج كده او دوران كده او نص دايره يعني زي ما انتم شايفين كده. وابتديت احزم بقى التورتايه من تحت من ناحيه الفانيليا بكريمه بيضه، والناحيه التانية هبتدي احط لها كريمه شوكولاته. دي كده لما تبقى تورتايه كده مطلوبه مني على السريع. والله بصوا عايزه اقول لكم ان انا عملتها بسرعه وكنت مستعجله عليها، وحاسه ان هي مش مظبوطه احسن حاجه. اوقات كده في طرق تحس ان الواحد بيعملها بالراحه وبراحته خالص، واوقات كده طرق تتعمل بسرعه، بس الحمد لله يعني الحمد لله في الاخر قدرت اظبطها. قطعت كده فراوله، وكان في حد كان بيسالني على الجيلو التلميع، ايه الفرق بين الجيلو التلميع على البارد والجيلو التلميع على السخن. بصوا، الجيلو التلميع على البارد ده نقدر نشتغل بيه فاكهة. نقدر لو احنا عندنا مثلا جاتوه وعايزين نديله بنشتغل مثلا بكريمه بيضه وعايزين نديله وش كده بيلمع عشان الكريمه ما تشققش، نقدر نشتغل بالجيلو يعني نلمعه بالجيلو التلميع على البارد. نقدر نزود بيه في الجناش، يعني احنا لو عندنا جناش ابيض جناش شوكولاته غامقه يعني، وعايزين نديلها لمعه كده او نزود زي ما انا بعمل كده، تقدري تشتغلي برضو بالجيلو التلميع على البارد. طب الجيلو التلميع على السخن، الجيلو التلميع على السخن ده بيتلمع بيه الفاكهه بس.
طب انا بشتغل بيه ازاي؟ بجيبه بحطه على حله او طاسه او صينيه او اي حاجه، وابتدي ارفعه على النار اقل من 30 ثانيه كده، بيبتدي يفك معايا، وبشتغل بيه لمع بيه فاكهه عادي مفيش اي مشكله. بصوا انا حطيت الفاكهه بتاعتي ولمعتها، وكتبت هنا عيد سعيد احمد، وبالكريمه البيضاء ابتديت اعمل زي ما انت شفتوا كده الدوران اللي هو حوالين الاسم ده بيدي شكل. ووزعت كاندي، ودي كانت التورتايه طلعتها على 270. سعرها كويس وحجمها حلو جدا، ويعتبر برضو بعد زياده الاسعار مطلوبه، يعني مطلوبه مني كتير. بصوا بقى العرض اللي فاضل ده، يبقى كده احنا عرفنا الجيل والتلميع السخن والبارد. طب بس الاحسن لو انت هتشتغلي يعني اشتغلي باللي هو اللي على البارد، لان السخن ده لو انت عندك بقى محل والتورت بقى بتتعرض بالثلاث اربع ايام اللي فيها فاكهه وانت خايفه ان هي تدبل او شكلها يغير. لكن احنا بالنسبه لنا الشغل الاونلاين ده انت كده كده اصلا التورتيه يعني بتطلع وبتتباع، بتبقى محجوزه في ساعتها اليوم اللي هم يحتفلوا بيه، فما بتتركنش ولا حاجه. فخليكي في الجيلو تلميع على على البارد على طول. جبت كده البورد بتاعتي، وكنت اقسمها نصين زي ما اقسمها على ثلاثه. يعني البورد دايما بقسمها على ثلاثه عشان تكفي العرض ده. وزي ما انتم شايفين كده حطيت اول طبقه من اللي هي المقاس 8. على فكره عايزه اقول لكم ان الجاتو ده او العرض ده ينفع كمان نقطعه بعد ما يخلص، زي اللي هو السواريه. عارفين الجاتو السواريه اللي هو بيبقى مربع ده، اللي هو الطول قد العرض، بس ممكن كمان نصغر شويه، يعني نخليها بدل مقاس 8 نخليها مقاس 6. تمام، فعشان يديني تربيعه كده كويسه، او مقاس 5، ونقطع 5 سنتي في 5 هتطلع معاكي مظبوطه جدا جدا للناس اللي ما بتعرفش تقطع الجاتو سواريه. بصوا كده وجلستها من الجناب، وهبتدي اجيب كده ايه القمع بتاع ورق الشجر، وزي ما انتم شايفين كده بصوا تدي شكل حلو جدا جدا في الاخر. واي بقى اي شكل انتوا حابين تعملوه العرض ده او الجاتو ده، انا بطلعه رول كده على بعضه، كنت عامله منه سيريس رول، وقلت اغير كده في الشكل شويه، وبرده الشكل ده عجب ناس كتير جدا. وهجيب جناش، وبالجناش كده وهبتدي احط بالكيس اهو زي ما انتم شايفين كده. تقدري تحطي بقى نوتيلا، تحطي مربى حليب، تحطي اي حاجه انت حابه تحطيها مفيش اي مشكله خالص. وهوزع كده كريسبيات عليه، كريسب بني او اي حاجه متاحه عندك تدي شكل كده للجاتو بتاعك. تقدري بقى في المرحله دي تقطعي عادي مفيش مشكله، عايزه تقطعيه بقى شرايح مفيش مشكله، عايزه تسيبيه زي ما هو رول كده على بعضه او جاتو على بعضه مفيش وده كده طلعته حطيت بس وزعت كده برضو زي فيونكات، وطلعته مع تورتايه اللي هي مقاس 20 ديت، طلعته على 250. وقبل كده طلعته على 230، فهو سعره حلو جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. دي التورتايه بتاعتي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك. واحنا خلينا الفيديو الساعه 12 الظهر بدل الساعه 8، علشان طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب، وتقدروا تتفرجوا على الفيديو براحتكم. وشكرا لكم.